صباح الخير عليكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تحطي الاشياء والكومنت الحلو ونصلي على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. تعالوا النهارده نشوف الفيديو بتاعنا بيتكلم عن ايه وبيعمل ايه وايه اللي حصل وكل الكلام ده كله. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، نزلت جبت طماطم وجبت شوية حاجات كانت ناقصاني في البيت، وقلت اعبيها معاكم ونشيلهم في التلاجة. المهم وانا باعمل الأكل كده صاحبة بنتي اتصلت وقالت لملك إن هي جاية يعني تتغدى معانا، فأنا قُلت إيه يا بنتي يا جيجي أعمل إيه، أعمل إيه؟ أنا عارفة إن كل البنات في السن ده بيحبوا المكرونة النجريسكو أو أي مكرونات، وأنتم عارفين ولادي ادّيهم مكرونة كل يوم، فقُلت بما إن إيه كنت هاعمل حاجات تانية خالص بس قُلت يالّا مش مشكلة، بيحبوها وبتطلع طعمها حلو، فأنا عايزة أعملها بطعمين علشان خاطر عندي جزء بياكل بطعم وجزء بياكل بطعم، فأنا دوّرت في التلاجة لقيت عندي ربع كيلو فضلة لكم كده لحمة مفرومة، وربع كيلو فراخ بانيه. طب الربع كيلو يا جيجي هيكفّي معاكِ إن شاء الله ببركة ربنا كده، وادعي كده دعوة حلوة إن شاء الله هيكفّي. هنا ريتاج رجعت من المدرسة زي ما أنتم شايفين راجعة برغيف وربع، يعني مش عارفة إيه الربع ده سابته ليه، أهي واقفة أهي. باقول لها: "إيه الربع ده يا ريتاج؟" قالت لي: "مش عارفة، هو أنا أكلت قطمة منه كده وسِبته." فأنا طبعًا عشان ريتاج ضعيفة جدًا في موضوع الأكل ده، أكلتها ضعيفة جدًا ولا بتاكل فراخ ولا لحمة ولا ليها في الكلام ده، فهي بتحب الحاجات اللي هي السهلة البسيطة دي فاهمين؟ فقُلت لها: "اقفي جنبي كده وأنتِ بتكلميني بتحكي لي بقى عن اللي حصل في المدرسة ومش عارفة إيه وكده." قُلت لها: "خلاص اقفي جنبي وكليهم كده، ألف هنا وشفا عليها." هنا بقى إيه، قُلت الحاجة كانت موجودة عندي الحمد لله في البيت، كان عندي الفراخ دي قبل الفراخ ما تغلى، كنت شايلاها في الفريزر حوالي هو بُصّي نُص كيلو، بس أنا أخدت منه ربع بس، قُلت لأ أخلّي الربع التاني يمكن ينفعنا يا ولاد في الزمن اللي إحنا فيه ده، فكان عندي مكرونة اللي أنتم شايفينها الشرايط دي في الدولاب في الدولاب من تحت، فطلّعتها وجبت الفراخ زي ما أنتم شايفين كده، قسّمت النُص كيلو قسّمتهم يعني مثلًا لو هنا 4 هنا 4 هنا 5 هنا 5 حسب التقطيعة، وقُلت هنعملهم إن شاء الله، وطلعت معانا أحلى صينيتين هتشوفوهم معايا دلوقتي طريقتهم سهلة. عفوًا يا جماعة عشان أنا تعبانة والله، واخدة دور جامد أوي، وطبعًا الناس اللي مستعجلاني وتقول لي: "يالّا يا جيجي نفّضي لنا حاجة رمضان." ادعوا لي بس والله ربنا يقويني كده، لإن أنا بجد صحتي اليومين دول مش عارفة في إيه بالضبط، فربنا يقويني كده عشان أقدر أنا كمان نِفْسي يعني نِفْسي أكتر حاجة أعملها هو المطبخ، يعني دي أكتر حاجة عايزة أعملها بصراحة، لإن بتاخد وقت معايا، لإن أنا من النوع اللي ما باعملش الحاجة مرّة واحدة، ما باحبش أنضّف الدنيا مرّة واحدة، ما بتطلعش معايا زي ما أنا عايزة وبتضيّع وقتي، وكمان أنتم عارفين إن أنا عندي دروس ومدارس وأودّي مش عارفة كورسات وأودّي باليه وأودّي، فالوقت عندي ضايع، اليوم كلّه بيروح منّي، فأنا أعمل إيه بقى مثلًا في يوم كده يكون عندي أكلة بسيطة، أعمل نُص المطبخ وبعد كده أعمل النُص التاني، فاهميني؟ يعني أعمله على يومين إن شاء الله. يوم أدعك السيراميك كلّه كده اللي برّه ده كلّه الخارجي الحاجة الخارجية وامسح الدواليب من برّه، وبعد كده يوم تاني أفضّي الدواليب من جوّه وانضّفها وارجّع كل حاجة مكانها، ونشوف بقى الحاجات اللي ناقصانا إيه في البيت عشان نقدر إن إحنا إيه، نبدأ إن إحنا نجيبها. أنا باحب أجيب الحاجة يعني الأسبوع بأسبوع، ما باحبش أجيب الحاجة كده يعني فاهميني إزاي؟ يعني أجيب كمية بصل بتكفّيني الأسبوع كلّه، باجيب كمية بطاطس بتكفّيني كده، طماطم بتكفّيني، بحيث إن أنا تبقى الحاجة موجودة يعني أقدر أعمل الأكل بسرعة. زي ما أنتم شايفين كده المَيّة غليت طبعًا، هننزل بقى بالمكرونة، مش هنكتّر في المكرونة، أنا عندي 2 طاجنين كده شبه بعض، هاحطّهم فيها والله واتبقى منهم، والله اتبقى منهم يا جماعة، هتشوفوا دلوقتي كمان كان نِفْسي أصوّر لكم بعد الغدا. المهم حطّيت المكرونة بتاعتي في المَيّة، ما باحطّش ملح، لإن المكرونة دي تحسّوا إن هي مملّحة شوية، المكرونة اللي هي الشرايط دي. الكيس كان عامل حوالي بيعمل 11 جنيه حاجة زي كده. المهم بقى إيه، قطّعت الفراخ حتت صغيّرة كده زي ما أنتم شايفين، وكمان سلقت المكرونة، الموضوع سهل وبسيط البنات الصغيّرين بقى اللي نِفْسهم يعملوا مكرونة في البيت لمامتهم والّا حاجة، ومامتهم مش قادرة والّا حاجة، الطريقة دي جرّبيها واعتمديها هتبقى حلوة أوي. هنا بقى إيه، قُلت أعمل كوباية شاي، أنا مش عارفة اليومين دول باشرب شاي كتير، مش عارفة في إيه، ما كنتش باشرب الشاي غير بعد الغدا بس، بس باحس إن أنا عايزة حاجة تدفّيني، فباحس إن ريحة الشاي كده عارفين، فاهمين أنتم والّا إيه؟ يعني ريحة الشاي كده بتدّيني حاجة كده، بتدّيني إحساس حلو يعني. فدي أصغر كوباية عندي في المطبخ، هو أنتِ بخيلة والّا إيه يا جيجي؟ والله أبدًا، أنا ما باحبش أشرب الحاجة كتير، يعني دلوقتي حتى كوباية النسكافيه ما بس ماسكة البراد بكُمّي، واخدين بالكم أنتم ما بتعملوش زيي عشان بس الناس القدوة اللي هم القدوة يقولوا لي: "جيجي أنتِ بتمسكي البراد." ما كُمّي كان طويل شوية، فمش لاقية حاجة أمسكه بيها، فجِبت منديل كده ومسكت البراد عشان يبقى سُخن شوية. أنا باحب أشرب الشاي في البراد، بيطلع طعمه بُصّوا حاجة غير الكاتل خالص نهائي، طعم تاني خالص، جرّبي كده بالكاتل وجرّبي بالبراد هتلاقي البراد طعمه أحلى كتير في الشاي. عملت الكوباية الصغنطوطة اللي أنتم شايفينها دي وهاشربها عقبال ما المكرونة تغلي على النار. المكرونة دي يا بنات الشرايط ما بتاخدش سِوَى كتير، هي بتندُخ شوية كده، لازم تبقى بتندُخ شوية كده عشان هي بتستوى في الفرن، فعشان ما نهريهاش، مش عايزين نهريها، مش زي المكرونة التانية، خدوا بالكم.
هنا بقى جِبت قرن فلفل حامي كده عشان هُم عايزينها حامية شوية، وبصلتين كده حلوين كبار، هاخد بقى نُصّهم على اللحمة المفرومة، ونُصّهم على يبقى إحنا عملنا غدوة بنُص كيلو. هتقولي لي: "يا طب ما الأكلة دي مكلفة." أنا عارفة إن هي مكلفة، بس الموجود عندي كان ربع كيلو وربع كيلو، ما أعمل بيهم وجبة والّا لأ؟ وفي جزء بدال ما أعمل أكلتين مختلفتين، ومثلًا عشان ما حدش بيحب باللحمة المفرومة وفي حد بيحب، فعندي النُص بالضبط، النُص طلبها بالفراخ والنُص طلبها باللحمة. فأنا رضيت الطرفين، ما عملتش أكلة مختلفة تانية جنبهم، فاهمينّي إزاي؟ عملت نفس الأكلة ومن نفس الحاجة اللي موجودة في البيت، وقضّيت اليوم وعدّى على خير الحمد لله. ربنا يا رب يوسّع رزقكم ويوسّع علينا كلّنا والأسعار تنزل وتقدر الناس كلّها كل واحد قبل رمضان إن شاء الله يجيب اللي هو نِفْسه فيه بإذن الله. الطاسة دي هاستعمل فيها عشان ما اوسّخش طاستين، هي طاسة واحدة. هاخلّص أول حاجة الفراخ هنشوّحها، وبعد كده كلّه بالزيت بقى، لإن المكرونة بالزيت عادي ما فيش أي مشكلة، عندِك سمنة حُطّي، ما عندكيش ما فيش مشكلة. قطّعت الفراخ زي ما أنتم شايفين كده، وكنت طبعًا غاسلاها وشايلاها مغسولة. هنحطها بقى كده في الطاسة تاخد بس إيه تشويحة كده، وبعد كده ننزل عليها بالبصلة بالتومة بقى، وهنضبّط لها الدنيا. هتطلع معاكِ أحلى طريقة مكرونة، والله بجد الطريقة دي اعتمديها كده، حاجة كده في منتهى الجمال. تقدري تاكلي الطاجن بس منها اللي هو زي بتاع أم علي الصغير ده بفلوس. فأنتِ هتعمليها في البيت بربع كيلو أهو، مش لازم تعملي لحمة مفرومة. لو عندِك ربع كيلو بانيه اعملي بيها طاجن مكرونة هيطلع معاكِ زي الفل. ولو اللبن عندِك مش هيكفّي، عارفين مَيّة المكرونة كمّلي بيها. أنا باعمل كده للناس اللي هي مش هتقدر مثلًا تعمل باللبن كلّه. مَيّة المكرونة مثلًا تحطّي كوباية اللبن وكوباية مَيّة مكرونة، هتطلع معاكِ الطعم تحفة، تحفة، تحفة. المطاعم على فكرة بتعمل كده، ما بتحطّيلكيش لبن صافي ولا الكلام ده. المهم بقى حطّيت هريسة شطة، وبعد كده حطّيت شوية فلفل أسود، وهننزّل بقى التوابل بتاعتنا، ال7 بهارات، وهنا حتّة تومة صغيّرة في الفراخ. توم يا جيجي التوم هيخلّي طعمها حلو أوي وهتودّيها لِك في سكة تانية. قلّبت بقى كل الكلام ده كلّه كويس جدًا أهو. طبعًا أنا بقى باحضّر لرمضان اللي هو إيه، عمّالة أفكّر بقى هابدأ معاكم إزاي، هننضّف الشقة الأول. طب ما لو نضّفت الشقة دلوقتي هتتوسخ، لإن لسه قدّامنا حوالي شهر بيتهيأ لي، فالدنيا هتتطرّب. أنا مش هاغسل سجّاد لإن سجّادي مغسول والحمد لله نضيف. ممكن بس سجادة المطبخ هي اللي تتغسل في البانيو والستاير، يعني ممكن أغسل الستاير أنا باحب أفرش في رمضان أكنه فرش العيد بالضبط، يكفّيني يعني 15 يوم قدّام لغاية رمضان. بعد كده بقى بنيجي العيد علينا بتبقى الحاجة نضيفة. بتقدري بقى جبتِ س س ستارة جديدة، جبتِ سجادة جديدة عايزة تحطيها، ما عندكيش بتحطي حاجتِك هي. بس المهم إن إحنا في شهر رمضان ما نهلكش نفسنا وإحنا صايمين يا بنات. ما نهلكش نفسنا وإحنا صايمين ونقول بقى إن إحنا هنغسل سجاد وستاير وحيطان، هتتبهدلي مع الصيام، مع المدارس. خلّي بالِك إن في مدارس، يعني السنة اللي فاتت ما كانش في مدارس، أو كان في مش فاكرة والله. بس يعني فاهمينّي أنتم قصدي إيه، إن إحنا مش عايزين نهلك نفسنا. طبعًا هتصحي بدري عشان تودّي الولاد المدرسة وأنتِ صايمة، والولاد هتبقى صايمة في المدرسة، فأنتِ هتهلكي نفسِك ليه؟ فلأ، خلّي نَفْسِك كده إيه، يعني واعملي كل حاجة قبل رمضان وأنتِ فترة كده، على أساس إن أنتِ تبقي إيه، متضبّطة كده وشاربة كوباية نسكافيهِك، شاربة حاجتِك، تيجي عليكِ رمضان ما وراكيش إلا الأكل واللي هتعمليه وشوية الغسيل هتنشّريهم، والبيت هيبقى نضيف. هتقومي بس تروّقي سراير، تكنسي بمكنسة، الكلام العادي بتاعنا. لكن كونِك إن أنتِ بقى تهدّي نَفْسِك في رمضان في سجّاد وستاير وتلاقي نَفْسِك العيد دخل عليكِ وأنتِ لسه ما عملتيش كحكِك ولا بسكوتِك ولا الكلام الطقوسات بتاعتنا كمصريين. طبعًا هترُد الناس في الكومنتات تقول لي: "يا جيجو إحنا لاقيين مش عارفة إيه عشان نعمل بسكوت ومش يا ستي ربنا يسهّل لِك الحال وتعملي كل اللي نِفْسِك فيه." على فكرة في ناس بيبقى معاهم وما بيرضوش يعملوا ولا كحك ولا بسكوت، مش بياكلوه أصلًا. فأنا باتكلّم عامةً في العموم، يعني الطقوسات بتاعتنا إحنا كمصريين يعني، إن إحنا بنعمل كده. فأنا باوفّر لِك وقت وباوفّر لِك مجهود. الناس اللي بتوفّر وقت تقول لِك أنا هاخلّي شغلي كلّه في رمضان، صدّقيني هتتعبي نَفْسِك. وبعدين اللي عايزة تنزل تشتري حاجة لولادها ال15 يوم الأخار دول بيجروا بينا. لأ، خلّي ال15 يوم الأخار دول لينا إحنا لنَفْسنا بقى، إن إحنا نكتّر من الصلاة، نكتّر من الأدعية، نكتّر من يعني لو في حاجة هنعملها في البيت تبقى حاجة بسيطة وسهلة وخفيفة علينا، ما تتقليش على نَفْسِك وتتعبي نَفْسِك. مش الضيوف يعني مقطّعة بعضها وتلاقي فاهمين أنتم بقى الدنيا. إحنا لمّا بنعمل حاجة بنعملها لنفسنا، يعني كل واحد يعمل حاجة بيعملها لنفسه عشان يبقى قاعد في بيته مرتاح متقنّص كده، اسمها إيه متقنّص والّا هي دي، هي دي. المهم عملت نفس طريقة اللحمة الفراخ هي نفس طريقة اللحمة بالضبط، بالضبط ما غيّرتش أي حاجة. اللي حطيته هنا هو اللي حطيته هنا، التوم مع الفلفل الأخضر مع الفلفل الشطة، مع شوية الفلفل الأسود وشوية البهارات وخلاص على كده. هنقلّب بقى كل الكلام ده كويس جدًا.
حطيت شوية قرفة صغيرين في اللحمة بالذات لمّا تحط لها قرفة بتخلّي طعمها حلو أوي. هنقلّب بقى كل الكلام ده كويس جدًا وخلاص المكرونة بتاعتنا اتصفِّت، وسِبت كوباية شوربة المَيّة بتاعة المكرونة سِبتها عشان لو احتجت اللبن ما كفّاش معايا آخُد منها الكوباية، وفعلًا ما يعني أنا احتجتها فعلًا. المهم يا بنات قلّبت كل الكلام ده، ففاهمينّي بقى أنا باقول لكم إيه، عشان ما تستعجلوش بس تقولوا إيه الدنيا لأ، الدنيا لسه بدري خالص ما تستعجليش نَفْسِك، الموضوع كُلّه أسبوع واحد بس هنكون خلّصنا كل حاجة بإذن الله. لو أنتِ سجّادِك بقى متّسخ طول الشتا وحاسة إن هو مش نضيف، ابدئي إن أنتِ اغسليه. طَب أغسله وأفرشه يا جيجي؟ آه عادي إيه المشكلة، اغسليه وافرشيه وحافظي عليه، حافظي عليه، الناس اللي بتحب تحط الحافظات حطّي، الناس اللي مش عارفة إيه كده، عندِك سجّاد بديل ليه مثلًا وشِلتِ ده وحطيتِ ده، حطّي ما فيش مشكلة وخلّي التاني على العيد مثلًا، بحيث إن أنتِ زي ما قُلت لِك في رمضان يبقى وقتِك كلّه في رمضان إن أنتِ نازلة تجيبي حاجة لولادِك، نازلة تعملي حاجة لنَفْسِك، هتعملي شوية كحك والّا شوية بسكوت يبقى عندِك وقت فاضي، ما ابقاش أنا بقى هالكة نَفْسي وكلّه على بعضه آجي على العيد أنا أكون أنا مسخسخة ونايمة في السرير يعني. هو ده المقصود يا جماعة إن أنا بافهّمكم بس أنا عارفة إن أنتم طبعًا ناس شاطرة وما شاء الله عليكم، بس أنا يعني الناس اللي هي بتبقى مستعجلة إن هي أعمل كُلّه في رمضان وأوفّر وقت، لأ بالعكس أنتِ كده بتجهدي نَفْسِك وبتتعبي نَفْسِك. البشاميل بقى أنا عملت إيه، حطيت حتّة سمنة وحبّة زيت بالبركة كده، وحطيت 3 معالق دقيق كده مليانين أهو، وقلّبتهم كويس جدًا، ما باخلّيش بقى البشاميل يبقى لونه بُني معايا عشان ما يبقاش مغمّق البشاميل معايا يبقى لونه أبيض. تشويحة بس كده الدقيق بس يتحمّر بس، يعني يتحمّر تحميرة بسيطة كده، ونوطّي بقى النار عشان أمّا نيجي ننزل باللبن ما يكلكعش مننا، وكمان توطّي النار وإيديكِ بقى شغّالة، يعني اللبن بينزل وإيديكِ شغّالة، أها، زي ما أنتم شايفين كده. حُطّي أشيائِي بقى لو سمحتِ والcomment بتاعي الحلو اللي أنتم كمان بتسعدوني بيه، يالّا عايزاكم عمري ما قُلت لكم وصّلوا الفيديو ده لقد إيه كده من اللايكات، يالّا وصّلوه زي ما توصّلوه بس المهم إيه يوصل لايكات كويسة. زي ما أنتم شايفين كده حبايبي نزلت باللبن بُصّوا واحدة، واحدة، وأنا موطية النار على فكرة علشان خاطر ما يكلكعش منّي ويطلع معايا طعمه حلو أوي. اللبن يا جماعة الناس بقت بذمتين، واحد بيبيعه ب26 واحد بيبيعه ب25 واحد بيبيعه ب24 حاجة يعني كل ما تطلعي برّه المنطقة شوية، تخشي السوق مثلًا تلاقيه أرخص شوية، تطلعي برّه شوية تلاقيه غالي شوية، مش فاهمة يعني مش فاهمة. أو مثلًا اللبّان بيبُص لِك كده لو لابسة جاكيت حلو والّا حاجة، يبُص لِك كده يقول لِك لأ دي آخُد منها 26 جنيه، أخش له بقى بأي حاجة عادية دي دي آخُد منها 25 دي شكلها غلبان. فأنا هاجي لكم السوق مقطّعة، أنا هاجي لكم السوق مقطّعة، عشان تدّوني اللبن ب24 جنيه. المهم بقى قلّبت كويس جدًا زي ما أنتم شايفين كده نزلت كان عندي طبق جبنة موتزاريلا في الفريزر طلّعته، فَك شوية، ودي كريمة لبّاني كنت كل مرّة باحطها كلّها قُلت لها: "أبدًا والله absolutely ده أنا مش هاحطاكِ كُلِّك، أنا هاحط حتّة منِّك بس." الأول كانت رخيصة وحلوة وكده، لأ إحنا عايزين دلوقتي إيه نضبّط الدنيا يعني، فحطيت يعني معلقة كبيرة كده حلوة يعني، والباقي هاشيلها في التلاجة أعمل بيها مرّة تانية، بدل ما أحطها كلّها وتبقى دسمة علينا، لأ يبقى أنا هاحط معلقة واحدة بس. يا جماعة مش عشان إحنا يعني عشان بس ما حدّش يقول لي طَب ما أنتم مش يا جماعة مش كده، هو مش كده، هو الرحمة حلوة بس نرحم بعض وكده وبس كده. سلقت المكرونة ما باشطفهاش، المكرونة دي مش باشطفها، باخلّيها زي ما هي كده، عشان تدّينا القوام بتاعها كده، هي جميلة بصراحة، هي بتاكليها حاف كده المكرونة دي حلوة أوي الشرايط دي. المهم بقى قسّمت المكرونة على الطاجنين دُولة، الطاجنين دول كنت جايباهم من عند عماد رمضان اللي فات، فوالله الأكلة دي فكّرتني برمضان يا جماعة. يالّا كل سنة وأنتم طيبين ويقعد عليكم الأيام بخير يا رب، رمضان مش كلّه ترويق وأكل وشرب ولا الكلام ده خالص، رمضان عادي بس هو يعني ليه ريحة كده وطعم وفيه بركة كده في رمضان ما تعرفوش إزاي يعني، مش عارفة. بُصّوا بقى ربع الفراخ عمل قد إيه، شايفين عامل طاجن حلو معتبر أهو، أحطه كده بس وأحط بقى اللحمة المفرومة نفس الحكاية الناحية التانية، يبقى إحنا كده عملنا طاجنين، واحد اللي في الفراخ هو اللي اتاكل بسرعة، واللحمة المفرومة هو اللي اتبقى نُص. لإن هُم يعني إحنا قسّمناهم بقى، صاحبة مَلَك كانوا نفر كان نفر بس، وهي رايحة كمان الكورس كمان مع صحابها، أخدت كمان معاها وهي رايحة، الحتّة اللي اتبقت عبيتها لها في علبة وسخّنتها لها وحطيتها شوكة وطبق، قُلت لها خدوا كلوها هناك. معقولة يا جيجي؟ آه والله ما أنا مش عايزة أحلف عشان ما تقعديش تقولي لي بتحلفي، أنا ولادي أكلتهم يعني ياكلوا معلقتين ويقوموا، بس كده هُم دول ولادي، أنا عارفة ولادي، ولادي بيحبوا الفاكهة جدًا يعني عندهم الأكل مش مهم أوي، عندهم الفاكهة أهم. قلّبت بقى كده عشان كل اللحمة المفرومة تنزل في المكرونة، والناحية التانية نفس الحكاية، طبعًا كل معلقة لوحدها عشان ما آخدش من المكرونة من اللحمة على الفراخ، وزي ما أنتم شايفين طبعًا ريتاش دخلت نامت عشان عندنا كان باليه في اليوم دوّة، دخلت نامت قُلت لها نامي بقى حبة لغاية ما تاخد لها ساعة كده والّا حاجة، أنا مش هاحط المكرونة في الفرن على طول، أنا هاستنى شوية
علشان خاطر أعملها قبل ما هُم يصحوا وباباهم ييجوا من الشغل يبقى الحاجة سخنة. بُصّوا بقى البشاميل بتاعنا خفيف إزاي، عشان المكرونة دي مش مكرونة بشاميل، دي مكرونة نجريسكو اللي هي الخفيفة شوية، الصيطة دي. أهو زي ما أنتم شايفين ده القوام بتاعها، في منتهى الجمال، وطعمها كان روعة يا بنات وحياة ربنا. معلقة القشطة اللي أنا حطيتها ومعلقة الجبنة الموتزاريلا خلِّت طعمها في منتهى الحلاوة. ما تنشّفهاش أوي في الفرن. بُصّوا القوام بتاع البشاميل، هاقسّمه تاني، يعني هاحُط وبعدين أرجع أحُط هنا تاني وهنا تاني. هتشوفوها بقى طالعة من الفرن بقى بتبقبق، بتعمل بق، 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 بق. هي بقى ما تتاكلش إلا لمّا تكون كده، يعني تطلّعيها من الفرن وتاكلي بقى وتبُصّي وتزقططي، حبّة مخلِّل بقى جنبِك وكده وحبّة بطاطس محمّرة لو عايزة، بس أنا استكفيت بيها لإن كُلّها دسم وكُلّها حلوة، فقُلت لأ كفاية كده الحمد لله نعمة وفضل من ربنا، ودي كانت أحلى أكلة أنا باحبها. هاسيبهم بقى على جنب شوية وبعد كده هادخّلهم الفرن. تعالوا بقى نشوفهم لمّا طلعوا من الفرن، بُصّوا بقى البقبقة والجمال، شايفين؟ أهو، بُصّوا تك، 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 بألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. يا رب تقوموا تجرّبوها كده وتعجبكم بإذن الله، واستنوني في فيديو جديد. باحبكم في الله يا أحلى أخوات في الدنيا، بجد باحبكم بجد، وربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي. كومنت حلو بقى كده ولايكات كتير للفيديو ده، عشان ننزل بالفيديوهات التانية إن شاء الله. ادعوا لنا كده دعوة حلوة عشان ننزل لكم بالروتينات الجميلة الجامدة اللي أنتم بتحبوها. شايفين شكل المكرونة؟ روعة، روعة، ولا شواية ولا حاجة، ده الفرن على طول. بألف هنا وشفا، باحبكم جدًا، وقومي جرّبيها هتعجبِك أوي. مش لازم تعمليها بالصنفين، اعملي بصنف واحد بس وهتبقى معاكِ زي الفل. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.